صباح الخير. فلوج لواحدة بتحاول ترجع طاقتها من انا زيكم بالظبط، معرفش امتى اجازة العيد اللي جت في ثواني وراحت في ثواني دي، وبكره لحد ازاي مش عارفة الصراحة. بس انا بما اني فاقدة الشغف فهحاول معاكم النهارده ان انا ارجع شغفي غصب عني علشان انا زهقت. صحيت على اذان الفجر، صليت الفجر، وانا مقرره بقالي مده ان الصلوات لازم حتى لو انا نايمه اقوم في ميعاد الصلاه بتاعي ده. خدت شاور، فوقت نفسي للاسف ما فوتش، ما رضيتش اغصب عليها، سبتها تنام. صحينا على الساعه 8، فتحت شباك قال يعني بقى كده هفوق، وقلبت وش الدبدوب بتاعي مش ناقصه. يعني عايزين نفوق نفسنا. قرأت الورد اليومي بتاعي وقرأت أذكاري وبدأت أبلان لي اليوم، وعملت كفتة. يا جماعة لازم تشتروا توستر لو انتوا قاعدين في سكن، هيوفر عليكم كتير جدا. وعملت سندوتشات في العيش اللي انا كنت بتكسف اروح بيه المدرسة وانا صغيرة. قررت اروح ورك سبيس عشان الحق اليوم من اوله بقى وما يضيعش واكسل وكده. انتوا عارفين بقى بنرجع شغفنا من تاني. كنت عايزة يعني حاطة في دماغي اكني بلم الهدوم والشنط للسفر والحاجات دي، اكني رايحة دبي وانا رايحة ورك سبيس عادي جدا. قعدت اشتغل شويه وضغطت على نفسي كتير قوي لحد ما دخلت في المود بتاع المذاكره من تاني، وخلصت التاسكس اللي ورايا. يعني ما خلصتهاش كلها، ولكن اهو بنرجع نفسنا من تاني. قعدت حوالي من 5 ل6 ساعات صراحة مش فاكرة، وكنت بقوم اصلي في النص واقوم اعمل حاجة في النص وارجع تاني اكمل. عايزة اقول لكم ان احنا هنعمل سلسلة جديدة اسمها زيك عشان نحس ببعض اكتر. بس انتظروني الفيديوهات الجاية. وخلصت وكنت نازلة وقررت ان انا اتسوق في عباس العقاد. انا صراحة لسه معرفش ناس كتير يعني هناك، بس المهم ان انا جبت كوتشي وشرابات للكوتشي جديد طبعا. وبس كده روحت عشان قاعدة في زهراء مدينة نصر، ولسه معرفش ناس كتير. لو انتوا من هناك ممكن، لو انتي بنت ننزل نتقابل. المهم جهزت حاجتي عشان ما كسلش، رحت كلت بس وجهزت حاجتي طبعا على وشي قد ايه انا مرهقة ومش قادرة وهموت وانام. بس يا اصدقائي مجرد ما اروح الجيم بنسى كل الزعل وبنسى كل حاجه مضايقاني. لو انتوا مش بتتمشوا ولا بتروحوا جيم بتطلعوا طاقتكم السلبيه في ايه؟ وطبعا فرق شاسع بين وشي وانا داخله الجيم وبين وشي دلوقتي. بعدها اتمشيت نص ساعه وبس كده قررت ان انا اروح علشان كنت تعبانه جدا. جبت قاروره ميه كانت تقيله جدا وعملت ايديت الفيديو بس.